أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور للجميع الأخوان. راه دابا الصباح الأخوان، فالفيديو كنصورو في الصباح، دابا راه 9 ديال الصباح. المهم الأخوان، في الفيديو هذا غنجاوب بزاف ديال المتابعين اللي كيطلبوا مني الفيديو على الإنتاجية ديال البيض. كاين الأخوان كيعانيو مشاكل من الإنتاجية ديال البيض. اليوم الاخوان تبعوا معنا الفيديو هذا ان شاء الله يا ربي. غنشارك معكم معلومات مهمه بالنسبه للدجاجه البيضاء. تبعوا معنا الفيديو، غندخلوا على القطيع اللي داخل في المكان ديال الكوري على الفيومي الفضي ان شاء الله يا ربي، وخليكم معنا. غندخلوا ان شاء الله يا ربي وغنشرحوا بزاف ديال الامور اللي خصك توفرها للدجاجه البيضاء باش تكون الانتاجيه ديال البيض جيده. وغتشوفوا معنا الانتاجيه ديال البيض راه مازال 9 الصباح الاخوان، ولكن الدجاج كيبدا يبيض يعني ابتداء من 8 ديال الصباح كيبدا يبيض. خليكم معنا. المهم الاخوان على بركه الله ندخلوا على الفيومي الفضي، اللهم بارك، وعاد تشوفوا الانتاجيه الاخوان، اللهم بارك. دابا راه مازال 9 ديال الصباح الاخوان. الفيومي الفضي السلعه نقيه، اللهم بارك. بالنسبه للاخوان، بالنسبه للدجاجه البيضاء راه كنحتاج واحد الشروط ديال واحد الشروط اللي مهمه، واحد مكملات غذائيه اللي مهمه، زائد الاضاءه، زائد الاخوان المكان يكون فيه التدفئه جيده كما كتشوفوا الاخوان، اللهم بارك. ودابا راه مازال الصباح الاخوان، اللهم بارك. المكان مظلم شويه كما كتشوفوا الاخوان، اللهم بارك. راه فيها البيضه الاخوان دابا عليها ما بغاتش النوض. كاين هذه كما كتشوفوا الدجاج كيبيض الاخوان، اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا كاين اللي بايض الاخوان، اللهم بارك. هاتي الاخوان الدجاج كيطلع يبيض، اللهم بارك. مازال 9 ديال الصباح الاخوان. المهم الاخوان ما نساوش بارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تدعوا بالفائده والتشجيع لنا الاخوان. راه كنديروا مجهود باش كنشاركوا معكم دائما الجديد، وغنفيدكم معلومات اللي مهمه بالنسبه للدجاجه البيضاء. راه بزاف ديال الاخوان عندهم معلومه غلطه كما كتشوفوا. هذه الفيومي اورانج الاخوان كما كتشوفوا، اللهم بارك. ها البيض ديال الفيومي الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي كيقول لك البيض ديال الفيومي يعني صغير الحجم، اللهم بارك. شوفوا هنا الاخوان، اللهم بارك الاخوان. هكا الخير. المكان مظلم الاخوان، حيت القاطع هذا واحد المعلومه اللي مهمه للاخوان. القاطع هذا راه ما كيخرجش عندي المسرح بصفه نهائيه. كاين القاطع اللي كنفتح له المسرح، وكاين هذا اللي ما كيخرجش للمسرح بصفه نهائيه، ولكن داير واحد التركيبه ديال الاعلاف متكامله، زائد الاخوان يعني الاضاءه في الليل. كنكمل 16 ساعه ديال الاضاءه، زائد الاخوان المكان يعني اللي كتكون فيه الدجاجه البيضاء خصو يكون المكان دافئ. المهم الاخوان، احنا دابا الفيديو هذا كاين بعض الاخوان كيكون عندهم واحد التشكك في الفيديو ولا شي حاجه. انا راه ما كانش نصور شي حاجه اللي ما كايناش بصفه نهائيه. كنصور معكم اللي كاين، كنصور معكم الدجاج ديالي، القطيع ديالي، المنتوج ديالي. كما كتشوفوا هاد الدجاج كامل الاخوان كيدخل يبيض، اللهم بارك. هاتي الدجاج دابا كامل راه كيطلع يبيض، ولكن ما كندخل عنده هنايا. الاخوان هاتي دابا الدجاج كامل دابا كيطلع يبيض، ومازال 9 الصباح وغيبقى يبيض حتى الجوج ديال النهار على حسب الدجاج. ولكن اغلبيه الاخوان حيت انا كنكمل الاضاءه في الليل، يعني الدجاجه كتلحق توجد البيضه ديالها باكرا في الصباح الباكر. المهم الاخوان، هذه المعلومات هذه شاركتها معكم دابا واش تشوفوا كلشي بعينكم، وغنعطيكم الطريقه اللي غنخدم بها وجربها، يعني دير التجربه وخدم بهذه الطريقه هذه. ما نخدمش بديك الطرق، يعني الطرق العشوائيه الاخوان راه ما خداماشي بالنسبه للدجاجه البيضاء. الا غنخدم على الانتاج ديال البيض ضروري نخدم بالطرق ديال الانتاج ديال البيض. اول حاجه الاخوان، المكان ديال الدجاجه البيضاء يعني خصو يكون المكان دافئ. ما يكفي فصل الشتاء يكون المكان دافئ، ويكون يعني ما فيهش واحد الكولوندير، وتكون التدفئه في الليل باش الدجاجه كتبقى محافظه على الانتاجيه ديال البيض ديالها. بالنسبه للاعلاف الاخوان، واحد الحاجه مهمه بالنسبه للاعلاف،
ضروري الاخوان راه الزرع اولا الشعير بوحدو اولا شي حاجه راه ما كيعطيش الانتاجيه ديال البيض. وزائد واحد الحاجه اللي مهمه هي ديك العلف اللي كتعطاه بحال اللي كتكوب الماء في الرمله. يعني انت كتصرف ولكن ما كتصرفش بشكل احترافي، كتصرف بشكل عشوائي. كتعطي الدجاج القمح بوحدو اولا الشعير بوحدو راه ما كيعطيكش واحد الانتاجيه. الا باغي نخدم على الدجاجه البيضاء اخدم بالتركيبه ديال الاعلاف، واحد التركيبه ديال الاعلاف تكون متوازنه مكونه من القمح من الشعير من العلف ديال البيضاء وقليل من الذره. وبالنسبه للاخوان اللي ما كيلقاش العلف ديال البيضاء راه كاين بزاف ديال الاخوان اللي ما كيلقاوش العلف ديال البيضاء. انا في نفس المكان في النواحي ديال وزن راه ما كاينش العلف ديال البيضاء كيتباع هنايا في النواحي ديال وزن، ولكن كان مره كنديروا له الضمون ومره كنخدم بالعلف ديال الديماراج الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي ما كيلقاوش العلف ديال البيضاء راه يمكن له يخدم بالعلف ديال الانطلاقه ديال الكتكوت، العلف البروميير ديال الديماراج يخدم بالدجاجه البيضاء بواحد النسبه ديال 30% فقط، ما يفوتش 30% في التركيبه. هاتي الاخوان هادي راه هادي دابا راه كتبيض كما كتشوفوا. دابا هادي راه كتحط البيضه الاخوان. اللهم بارك. زائد الاخوان ضروري تكمل 16 ساعه الدجاجه. دابا هادي نشوفوها الاخوان راه كتبيض دابا. شتا هادي راه كتبيض. غنخليوها تبيض غنوريكم البيضه ان شاء الله باذن الله. البيضه يلاه باطه باش الاخوان باش ما يكونش عندهم واحد التشكك. راه الاخوان ما عندي حتى استفاده في هذه الفيديوهات اللي كنشارك معكم باش تكون عندكم واحد المعلومه اللي مهمه الاخوان. راه ما كاينش شي استفاده يعني كنحسبكم راه شي استفاده يعني كنستافدوا، راه كنشاركوا المعلومات مع الاخوان باش كلشي يستافد. ها هي البيضه الاخوان يلا حطها كما كتشوفوا هي بقى الفازقه. هذه يلاه باتت الدجاجه دابا هي اللي هنا وباطه. باقي عندنا القاطعني هنا الاخوان. كاين البيض كما كتشوفوا. هذا الفيومي الذهبي هنا الاخوان في الجهه هذه. هذه حتى هنايا الفيومي الذهبي الاخوان. في الجهه الاخرى ما نشاركش معكم كل شيء، راه القاطع الفيومي الذهبي وباقي القاطع يعني راه فاتح له خارج المسرح. هادوما الاخوان ما كيخرجوش للمسرح، عندي كنخدم بهم بالطريقه يعني مسدود عليهم. بالنسبه للشاعر الاخوان اللي راهم عارفين يعني كنخدم انا بالاعلاف الخضراء وكنخدم بهذه التركيبه ديال الاعلاف هذه. العلف ديال الديماراج اولا العلف ديال البياضه وزائد فرينه زائد الشاعر مهرس قليل من الذره الاخوان. يعني غدير واحد 15% ديال الذره 15% ولا 20% ديال الشاعر 20% ديال 25 ولا 20% حتى 30% ديال العلف البياضه اولا العلف ديال الديماراج وزائد التركيبه الاخرى كتزيدها ديال الفرينه باش ما كيوقعش التسمين الدجاجه البياضه الاخوان. وبالنسبه للاخوان كاين عاوتاني اسباب اخرى. راه كاين بزاف ديال الاسباب اللي كينقطع فيها الدجاج على البيضه الاخوان. كاين اسباب مثلا يعني ديال الديدان الشريطيه او الديدان الاسطوانيه راه ضروري دير العلاج. بالنسبه للاخوان الوصفه الطبيعيه راه مثلا الشيح راه كينظف الدجاج من الداخل بصفه نهائيه لا من الديدان الشريطيه ولا من الديدان الاسطوانيه وكتبقى الدجاجه محافظه على الانتاجيه ديال البيض. وكنصح الاخوان بالنسبه للعلاج بالنسبه للادويه الدجاج البياض الاخوان كنصح الاخوان ما تدخلش الادويه البيطريه بصفه نهائيه. الادويه الكيماويه ما تدخلهاش الدجاجه البياضه لان الدجاجه البياض الاخوان مجرد كتكون كتبيض كتدخل العلاج كيماوي كتقطع البيض كتنقص في الانتاجيه ديال البيض اولا كتقطع الانتاجيه ديال البيض بصفه نهائيه. من الاحسن خدم بالطرق بالطبيعيه الاخوان بالاعشاب الطبيعيه كما كتشوفوا. انا راه اللي ما تفرجش الفيديوهات ديالي يدخل الفيديوهات في الصفحه راه كاين بزاف ديال الفيديوهات. الحلبه الشيح الزعتر الثوم البصل هذه راه كامل الاخوان الريحان كلها كنخدم بهم. كاين بزاف ديال الاعشاب الطبيعيه. انا الدجاجه البياضه الاخوان واخا كنبغي نوضح للاخوان راه كاين بعض الاخوان كيطلبوا مني الدواء بيطري ماشي مشكل كنعطيهم الدواء ولكن الاخوان كننصح انا النصيحه ديالي اللي كننصح بها اعشاب طبيعيه هي اهم شيء والوقايه والنظافه راه كل شيء الاخوان. الدجاجه البياضه
كمل لها 16 ساعه ديال الاضاءه ديالها، المكان يكون دافئ، التركيبه ديال الاعلاف متوازنه، وتكون الانتاجيه ديال البيض جيده. وتحياتي للجميع الاخوان، وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، واللي بغى شي حاجه راه مرحبا به، راه كنتواصلوا مع الجميع الاخوان، والله يسر للجميع الاخوان. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان اللهم بارك. باقي القطع الفيومي الذهبي الاخوان كاين في الجهه هذه الاخرى كما كتشوفوا معنا، ولكن راه فتح له خرج للمسرح، هذاك كيخرج للمسرح وهذا ما دايرلوش المسرح. كنوفر له داكشي اللي خصو هنايا. وتحياتي للجميع وشكرا على المتابعه الاخوان، وما ننساوش بارطاجوا الفيديو، والله يسر للجميع، وكنتمنوا كل شيء يكون ناجح في المشروع ديالو، واللي دار شي حاجه الله يسهل عليه.